تعال اقول لك على حقيقه انتقال اراخو مدافع برشلونه للبايرن ميونخ. اراخو مش بس من افضل المدافعين في برشلونه، ده هو افضل مدافع في برشلونه والدوري الاسباني، وتعرض لكسر بسيط في الوجه في ماتش اتلتيكو مدريد وبرشلونه الماتش اللي فات، ورفض اجراء عمليه جراحيه عشان يلعب الماتش اللي جاي لبرشلونه ضد جيرونا يوم الاحد الساعه 10 على قناه بين سبورت واحد بتعليق عصام الشوالي، وهيلبس قناع للوجه لحمايه الكسر. اراخو عنده 24 سنه وبيعتبر من احد القاده في فريق برشلونه، وفعلا لبس شورت الكابتن في بعض الماتشات الموسم ده، ومن سنة تقريبا وقع عقد مع برشلونة مدته 4 سنين، يعني لحد عام 2026 مع البارسا. وحسب صحيفة سبورت الأسبانية إن اهتمامات مانشستر يونايتد ما كانتش بس أكتر ربح من عرض برشلونة، لكن كان ضعف المبلغ اللي عرض عليه البارسا، يعني أراخو كان هيضاعف أمواله في الأولد ترافلد، لكنه رفض عرض مانشستر يونايتد ووقع مع برشلونة لمدة 4 سنين. وفي ضوء الاهتمام الأخير من البايرن ميونخ القصة اللي أنا حكيتها لك ديت، بتطمن جماهير برشلونة على إن أراخو عايز يكمل مع برشلونة وعايز يبقى أسطورة من أساطير النادي، حتى لو جاله عرض كبير زي المان يونايتد اللي فات هو بيفضل البقاء في البارسا. وحسب صحيفة سبورت الأسبانية إن البايرن ميونخ تقريبا ابتعد عن أراخو والإنجليه أصبح تحت أعينهم. الإنجليه لاعب البارسا المعار لتوتنهام، ودلوقتي بيلعب لأستون فيلا، ولعب مع أستون فيلا 5 ماتشات في الدوري المؤتمرات الأوروبي، وما لعبش ولا ماتش في البريمير ليج. بس كده يا صاحبي، اعمل لايك واشترك في القناة عشان كل حاجة تجيلك على طول.